أهلا بكم في قصة جديد يا أصدقاء. في فيديو جديد من قناتكم حكاوى الحكيم. لا تنس أن تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. صلى عليه سيدنا محمد أشرف الخلق. كان يا ما كان في قرية صغيرة رجل حكيم مسن، كان معروفا بحكمته وحس الفكاهة لديه، وكان يحظى باحترام سكان القرية، بل وكان يحترم بسبب نقائه. كان الناس من كل مكان يأتون إليه طالبين نصيحته، وكان يرحب بهم دائما بابتسامة دافئة. في يوم من الأيام وصلت شابة مضطربة إلى الحكيم باحثة عن إجابات لمخاوفها. كان ذهنها ممتلئا بالقلق بشأن مستقبلها، ولم تستطع العثور على السلام الداخلي. عندما اقتربت من المعلم العجوز، كانت قلبها المضطرب واضحا في عينيها. توسلت إلى المعلم قائلة: يا سيدي، كيف أجد السعادة الحقيقية؟ استمع المعلم إليها بانتباه وأشار لها بالجلوس بجواره في ظل شجرة مزهرة. أخذ كوبا وبدأ بصب الشاي فيه بحذر، ولكن عندما امتلأ الكوب لم يتوقف عن الصب، وبدأ الشاي يتساقط على الأرض. رأت الفتاة الشاي ينسكب واستغربت من تصرفات المعلم، فقالت: يا سيدي، الكوب ممتلئ بالفعل، لماذا تصب المزيد من الشاي؟ إنه يتسرب دون فائدة. ابتسم المعلم وأجاب: عقلك مثل هذا الكوب، إنه ممتلئ بالفعل بالمخاوف والقلق، وأنك تبحثين عن الإجابات دون أن تفسحي المجال لها، كما لا يمكن للشاي أن يدخل في الكوب الممتلئ دون إفراغه. عليك أن تخلقي مساحة داخل نفسك لتجدي السعادة الحقيقية. فكرت الفتاة في كلمات المعلم الحكيم وسألت: لكن كيف أفرغ عقلي من مخاوفي؟ تبدو مخاوفي طاغية. توقف المعلم الحكيم لبرهة واستمتع بجمال المناطق المحيطة، ثم أشار إلى النهر الذي كان يجري قريبا وقال: راقبي الماء في النهر، إنه يتدفق بسهولة ولا يتمسك بشيء، إنه في حركة دائمة ويتكيف مع تقلبات النهر. عليك أن تتعلمي أن تتدفقي مع الحياة، وتقبلي الفرح والحزن دون التمسك بأي منهما. أضاءت عيون الفتاة بالفهم، وأدركت أن مخاوفها كانت تنبع من تمسكها ومقاومتها للتغيير. كان عليها أن تتخلى عن التعلق والمقاومة وتقبل التغيير تماما كما يتدفق النهر، وبدأت رحلتها في ذلك اليوم. أصبحت الفتاة زائرة متكررة للمعلم العجوز، ومع مرور كل يوم تخلصت من مخاوفها وقلقها وتعلمت كيف تعيش في الحاضر. بدأ قلبها يمتلئ بالامتنان وشعور جديد بالسلام استقر داخلها. أدركت أن السعادة الحقيقية والسلام الداخلي يتطلبان التخلي عن المخاوف والتعلق والتكيف مع التغيير. الحياة تدور حول العيش والتدفق والتغيير. أي مقاومة لهذه العملية الطبيعية ستعيق سعادتك وسلامك الداخلي. مثلما يجب إفراغ الكوب لإعادة ملئه، يجب علينا خلق مساحة في عقولنا للمشاعر الإيجابية والتجارب الجديدة. من خلال احتضان اللحظة الحالية والتدفق مع الحياة، يمكننا تطوير الامتنان والهدوء. عندما تسقط الحجارة في النهر، فإنها تسبب تموجات تنتشر، وكذلك تصرفاتنا واختياراتنا لها عواقب واسعة النطاق. عندما تبدأ الأمور في الانهيار أو تشعر بالقلق والخوف، بدلاً من رؤية ذلك كنهاية الغير سرة، اعتبره فرصة لتكون شجاعاً وتعيش حياة رائعة. عليك أن تتآلف مع الخوف بطريقة حكيمة ورشيقة. عندما تشعر بالخوف، قم بما يجب عليك فعله لتحقيق أحلامك. بدلاً من الشعور بالاكتئاب أو الخوف من الخوف، ثق به واعتبره فرصة للتعلم والنمو حتى تتحقق جميع أحلامك. السعي وراء المعرفة والوعي الذاتي هو سعي لا ينتهي ويتردد صداه عبر العصور. تذكر أن الخوف لا يغير مجرى الأحداث،
لذا قم بما تستطيع وتخلص من الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها. اعتني بصحتك العقلية والجسدية وابحث عن أنشطة مهدئة تساعدك على التحكم في التوتر. تنتهي هذه القصة، لكن صداها يبقى كشهادة على أصداء الحكمة.